عمر الغلط ما يبقى صح. الموسم اللي فات الزمالك خد الدوري علشان هو الأقدر والأقوى بالدوري، ولا الأهلي كان ضعيف وما يستحقش الدوري؟ ولا ده ولا ده. الزمالك زي ما هو الموسم دون واللي فات واللي قبله. طب ايه اللي حصل؟ هقول لكم. هجوم الزمالك وتطاولات الزمالك على النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب من المستشار مرتضى منصور، وتطاولاته على الكابتن محمود الخطيب وأسرته دون ردع، هي اللي وصلت الزمالك ل2 دوري. والدليل على كلامي بقى من أول ما رد الإعلامي أحمد شوبير على تطاولات المستشار مرتضى منصور له واقتراب ردعه قانونيا من الشكاوي اللي عاملها الكابتن محمود الخطيب في حق مرتضى منصور، والزمالك بدأ يتهلهل. وآخر ردع من الإعلاميين كان رد الإعلامي إبراهيم فايق على كابتن مرتضى منصور. هو الزمالك ما خش البطولات عشان خاطر هو اللي كان أقدر ويستحق، لا، ولا حتى كان الأهلي ضعيف، لا، كان في هجوم دائم من المستشار مرتضى منصور على النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، على رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب وأسرته. وقناة الزمالك كانت مخصصة فقرة دائمة بالهجوم على النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي ما كانش ضعيف زي ما كنا فاكرين أبدا. إنما مع اقتراب ردع المستشار مرتضى منصور قانونيا، النهارده الزمالك بدأ يترنع كثيرا كثيرا كثيرا. زائد ان الزمالك حاليا بدون مدير فني، لان خلاص جيسفردو فيريرا فارغ تدريبيا ولا يستحق تدريب نادي الزمالك حاليا، خاصة وانه مصمم على وجود شيكابالا. انما شيكابالا مرة تصيب معاه مع الفريق ومرة تخيب، ولكن أسامة نبيه عاوز غير كده خالص، عاوز يجدد دماء الفريق. ولكن جيسفردو فيريرا رافض رفضا باتا عدم الاستعانة بشيكابالا اللي بيكسبه. وطبعا فيريرا بيلعب بمبدأ اللي أكسب به ألعب به، مش مهم مصلحة الفريق بعد كده. أمس كان في اجتماع من مجلس إدارة الزمالك على غرار حبس المستشار مرتضى منصور 30 يوم في السجن، واستقروا على ان مفيش حاليا رئيس للنادي الا غير اللي قرر به وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سليمان وهدان. وفي انتظار قرار نادي الزمالك من يرأس مجلس إدارة نادي الزمالك، ولكن لا زالوا يبحثون، لا زالوا مفترقين، لا زالوا متفرقين. وخالد لطيف مصمم على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك خلفا عن مرتضى منصور. وكانت المهلة من السيد الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك مهلة أسبوع واحد على تواجد رئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك. أما نادي الزمالك اليوم بيلعب بدون مدير فني، والأيام هتثبت أن المدير الفني اللي في نادي الزمالك جيسفردو فيريرا غير موفق بتاتا في نادي الزمالك وفارغ تدريبيا لنادي الزمالك، ولا يصح أنه يكون متواجد في نادي الزمالك لأنه متكل على لاعب واحد فقط، ألا وهو شيكابالا المرفوض من معظم معاوني جيسفردو فيريرا.